حين نسأل اليوم ما هو ربح الإنسان؟ ستكون معظم الإجابات المال أو الشهرة أو حياة كريمة بلا قلق، لكن الحقيقة أن ربح الإنسان الحقيقي هو قلبه. إذا كان القلب سليما سلم الفكر، وسلمت النية، وسلم الطريق. القلب السليم لا يحقد ولا يحسد، لا يعبد شيئا سوى الله، لا تشتريه الدنيا ولا تغيره الأحزان. هو القلب الذي إن خسر كل شيء فوض أمره إلى الله، وإن فاز لا يتكبر، وإن تألم لا يظلم بحجة الألم. فربحك الحقيقي أن تلقى الله بقلب سليم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صباح الخير والورد والفل والياسمين. بقالي يومين كده مش قادرة اعمل اي حاجة، مش قادرة اصور حاجة، مش قادرة انزل فيديوهات. انا يا جماعة والله مش عارفة يعني اخرة الحالة الواحد فيها دي ايه. كسل مش طبيعي، ما عندوش يعني ادنى طاقة ان هو يعمل اي حاجة جديدة. افكار كتير بتيجي في دماغي وببقى عايزة اعملها، بس فعلا مش ببقى قادرة. يعني حد عنده سبب للموضوع ده يعني، او نتخلص منه ازاي؟ قولولي. النهاردة ان شاء الله فيديو كده خفيف لطيف هشارك معاكم فيه حاجات بسيطة قوي. وزي ما انتم شايفين كده انا بدأت بتحضير الفطار، وعملت بقى اكلتي المفضلة البطاطس دي. خطيرة يا جماعة، خطيرة. بطاطس كده شبه الهاش براون بس احلى، يعني حقيقي احلى كتير. والبيض بقى بالبسطرمة، وبعمل تركاية كده في البيض ان انا بحط عليه وهو ني كده شوية جبن موتزاريلا بقى وتركي مبشورة او رومي مبشورة يعني، وبقلبه بقى واحط عليه الملح عادي جدا. وبحط بقى البسطرمة او لو هحط او هضيف اي حاجة او مش هضيف عادي. في الطاسة بقى احط حتة الزبدة وانزل بقى بالبيض اللي انا خفقته ده مع الجبن. عايزة اقول لكم بيخلي طعم البيض خطير جدا، وبياخد لون حلو قوي قوي قوي. ومش بتبقي بقى محتاجة ان انتي تحطي جبن على الوش، الجبنة بتدي لون حلو قوي وطعم حلو للبيض. جربوه بقى بالطريقة دي هيعجبكم جدا. هنا بقى حبيت اعمل معاكم كده اكلة سريعة، بما ان احنا في الصيف والدنيا حر ومش قادرين نقف في المطبخ كتير، فهنعمل مع بعض سلطة بالمكرونة والتونة خطيرة. وطبعا كده عشان نخلي القيمة الغذائية بتاعتها عالية وتبقى وجبة متكاملة هنقطع خضار. اي بقى حاجة بتحبوها عندكم قطعوها. انا كان عندي فلفل الوان، ممكن تضيفوا جزر، ممكن تضيفوا اي حاجة بقى بتحبوها. السلطة دي فعلا مش هتقول لا لأي حاجة. عندك بقدونس، عندك شبت، كل حاجة ممكن تحطيها بتحبيها حطيها، هتدي طعم ونكهة حلوة قوي ومميزة للسلطة دي. عايزة اقول لكم على قد ما هي سهلة ولذيذة، مش هتحتاجي بس غير انك تشغلي النار 10 دقايق على المكرونة بس تتسلق. اهم حاجه نوع المكرونه يكون حلو، ما تكونش بتاخد وقت في التسويه. انا جربت نوع اسمه ستار، عجبني قوي بصراحه. جبت اللي هو النوع السوسته اللي شبه السوسته ده. حلو قوي بصراحه، مش بياخد وقت خالص في السلق، بتتسلق بسرعه جدا كمان. نفس الوقت طعمها لذيذ يعني، مش وحشه خالص. وفي انواع مكرونه بصراحه بتقعد كتير جدا على النار. جربت قبل كده لمتنا بتقعد كتير على النار، طعم المكرونة نفسه مش حلو يعني. سبحان الله، زمان كان كل حاجة ليها طعم. يعني احنا كنا زمان بنحب ناكل كده من مامتنا المكرونة بعد ما هي تسلقها، يعني ليها طعم كده حلو. دلوقتي مش بلاقي الطعم ده، يعني سبحان الله قليل قوي لما الاقي انواع مكرونة كويسة وطعمها حلو واللي هو تقدري تاكليها وهي مسلوقة تبقي مستمتعة بيها. المهم يعني ان عايزه اقول لكم المكرونه ستار دي عجبتني في ان هي بتتسلق بسرعه وفي نفس الوقت مش بتتهري، يعني بصوا خطيره.
يا دوبك صفيتها وطلعتها حطيتها بقى في البولة بتاعتي. وعايزين تفكوها ممكن تحطوا ايه شوية زيت كده بسيطة، هتفك معاكم المكرونة، مش تبقى ملزقة في بعضها كده، لان انا مش بغسل المكرونة. انا دايما في كل الاحوال يعني مش بغسل المكرونة، بس عايزين تفكوها بصوا بالطريقة دي. هتحطوا نقطة زيت كده بسيطة، هتلاقوا المكرونة فكت معاكم وبقت الواحدة بوحدتها. سهلة وسريعة بقى. عندك بصل بقى عايزة تحطيه حطيه، عندك جزر مبشور. يعني عايزه اقول لكم السلطه دي تحطي فيها خضار على قد ما تقدري، خطيره. كمان احلى حاجه ان هي بتتاكل ساقعه ومشبعه جدا على فكره. عايزه اقول لكم القطاعات اللي انتوا شايفينها دي بجد حلوه قوي قوي. انا كنت جايباها من ابلكيشن كنز. كنت جايباها مع الخلاط اللي كان بايظ قبل كده، يعني لو فاكرين القصة. المهم يعني حلوة جدا. اول حاجة انا بس هي فيها 4 قطاعات سيليكون. كل واحدة بتبقى مرسومة عليها شكل، او كل واحدة بلون معين. ان شاء الله ممكن ابقى اصورها لكم كده واوريها لكم. كل واحدة لخضار، للسمك، للحمة، للفراخ. فبصراحة حلوة جدا وسهلة جدا في التنظيف، ومساحتها كبيرة يعني غير القطاعات التانية الصغيرة. بجد حلوة ومن احلى الحاجات اللي اشتريتها بصراحة، عملية قوي. ضفت ايه بقى على المكرونة؟ ضفت علبة تونة، ضفت كمان معلقة كده من المستردة، برضو فرقت في الطعم قوي. وممكن تعملوا الصوص اللي انتوا حابينه. وكمان ضفت بصل متقطع. هنا فيروز بقى كانت عايزة تدوق، فخليتها تدوق كده المستردة. انا مش دايما بستخدم مستردة بصراحة، بس هي عندي في التلاجة بقالها فترة، فقلت كده ان انا احطها اجربها على المكرونة. فيروز بقى كانت عايزة تشارك شوية في التقليب، فخليتها تشارك بصراحة. هي دايما تبقى عايزة تقف في المطبخ، عايزة تغسل مواعين. يعني مؤخرا بتقولي ماما عايزة اغسل المواعين، وبتتخانق معايا بقى عشان انا مش عايزة اطلعها تغسل المواعين وكده. عايزة اقول لها يعني لما نشوفك لما تكبري هتعملي ايه. هي عايزة تلعب يا حبيبتي بالمية. بس فعلا كان في يوم سبتها ودخلت نمت شوية، كان باباها موجود، دخلت المطبخ غسلت المواعين، وانا لما صحيت لقيت الحاجة محطوطة على الصفاية. حطت بقى الكرسي هي وطلعت عليه وكده. كان مساعدها في تحريك الكرسي ان انا كنت غاسلة السجادة بتاعة المطبخ، فطلعت يعني عملت يا حبيبتي اللي تقدر عليه. ولقيتها حاطالي الحاجات زي ما انا بحطها على الصفاية. اي نعم انا عدت الغسيل المواعين تاني، بس مجهود يحترم بصراحة يعني. بس حطيت بقى على انا مش فاكرة انا حطيت ايه بصراحة. حطيت ليمون. الليمون بقى طعمه خطير يعني مع السلطة دي، مع التونة، مع المكرونة، بجد حلوة قوي. ممكن كمان تحطوا عليها ذرة لو عندكم. يعني بصوا ارفعوا القيمة الغذائية بتاعتها بأي شكل، يعني مش هتقول لكم لا. وعايزة اقول لكم طعمها خطير. انا عملتها، المفروض اغطيها كده واشيلها في التلاجة، بس فعلا تحفة تحفة. ممكن تحطوا عليها كمان الفاصوليا الحمراء او البيضة، يعني الموجود عندكم. عارفين الفاصوليا البيضة دي او الفاصوليا الحمراء برضو هتبقى حلوة قوي. ذرة هتبقى خطيرة، جزر مبشور، اي حاجة من دي تجنن. عايزه اقول لكم ان انا مش قادره ابطل اكل فيها، تحفه. تعالوا بقى اوريكم اوردر كده كنت طالباه من شركه اسيليا. المنتجات دي للعنايه بالبشره، والحقيقه انا كنت طالباه من فتره ومصوراه، بس كنت حابه كده اعرفكم عليه عشان عجبني، وقلت كده اوريهولكم لان هو فعلا حلو جدا. اول حاجه الاوفر ده عباره عن مقشر وماسك كده للوش، بيبقى عامل شبه القناع، بينشف وبتبدأي تشيليه كده بعد ما بينشف. اللي هو البيل اوف ماسك والاكسفولييتنج جel ده بتاعهم. عايزه اقول لكم انه خطير. انا جربت الاكسفولييتنج جل، لسه ما جربتش الماسك، مع ان المفروض يعني احنا في الصيف. وعايزه اقول لكم ان ده انسب وقت تستخدموه فيه، لان الناس بتعمل تقشير او بتعمل جلسات لوشها والحاجات دي. الحاجات دي صعب ان انت تعمليها في الفتره دي في الحر وفي الصيف، علشان الوش ما يلتهبش.
فانا جربت الاكسفولييتنج جيل بتاعهم او السكراب بتاعهم، وفعلا عجبني جدا جدا. ان شاء الله هجرب البيل اوف ماسك واقول لكم رايي فيه. انا بس كنت حبيت اشارك معاكم تجربتي وعشان نفيد بعض وبس كده. ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون خفيف ولطيف على قلبكم، واشوفكم على خير وباي باي.